السلام عليكم. انت عارف ان زيارة المريض سنة وعليها ثواب كبير؟ تعالوا نعرفه ازاي. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. زيارة المريض او عيادة المريض باللغة العربية يعني هتلاقي فيها رحمة من ربنا، وهتلاقي فيها دعاء من الملائكة لا يتركك ولا هيسيبك أبدا بمجرد ما بتروح للمريض وتقعد معاه لحد ما بترجع بيتك. طيب ازاي؟ حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا عليه: من عاد مريضا وكل الله 70,000 ملك يستغفرون الله له حتى يصبح، وإن عاده صباحا وكل الله 70,000 ملك يستغفرون الله له حتى يمسي. صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت كده رحت زرت مريض بالليل، قعدت معاه شوية، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى وكلك ومعاك 70,000 ملك بيدعوا لك وبيستغفروا لك عند الله سبحانه وتعالى لحد من المساء لحد الصبح. طب رحت زرت الصبح، ربنا سبحانه وتعالى هيوكلك 70,000 ملك يستغفرون لك حتى المساء. عيادة المريض وزيارة المريض دي سنة جميلة جدا جدا. طيب أنا سمعت من مشايخنا الأفاضل ربنا يبارك في عمرهم يا رب، وحبيت أوصل لكم المعلومة. طيب المريض ده بعيد عني، مسؤولة وبيت وأولاد ومش عارف إن أنا أروح، أو صعب عليا الزيارة. تعالى مثلا نكلمه في التليفون ونحتسبها عند الله عيادة مريض. رحمة ربنا وسعت كل شيء، يعني ربنا عالم ان انت في نيتك مش مقصر بس مش قادر. تعالى مكالمة تليفون، تعالى رسالة، اللي ربنا يقدرك عليه، واحتسب النية عند ربنا، لان ثوابها كبير جدا جدا جدا. فيها رحمة من ربنا، فيها دعاء من الملائكة، فيها استغفار 70,000 ملك معاك وحواليك بيستغفروا الله لك لحد من الصبح للمساء ومن المساء للصبح. أشوفكم على خير.